دلوقتي انا عشان اوصل لدرجه السيرفر او اطلع لون السيرفر لازم افتح الشعرايه الاول كويس، طول ما الشعرايه سوداء ما تقبلش معايا اي لون. ففتح لحد ما اوصل للشعرايه وهي ايه؟ اصفر وايت، الدرجه اللي هي اصفر مبيض، اللي هي يعني الدرجه دي الدرجه اللي لما اوصل لها اللي هي الاصفر وايت ساعتها ابدا بقى ايه؟ اعمل الانسان. طبعا اللون ما بيتعملش مره او يعني ملوش رقم اجباري، هي بتفرق من نوع من شعرايه لشعرايه. زي ايه؟ لو واحد شعره فاتح واحد شعره غامق وحاطين الاثنين مع بعض، انا يفتح الاول الشعرايه الفاتح صح؟ فممكن شعرايه تيجي معايا من اول تشقيره، شعرايه تيجي معايا من ثاني مره، شعرايه تيجي معايا من ثالث مره صح؟ ببدا طبعا الاول ب 20 عشان اشوف الشعرايه هتستحمل معايا الاول ولا لا، لكن لو بدات ب 40 ممكن الشعرايه تكون معايا ايه؟ ضعيفه ما تستحملش، فانا ببدا ب 20 تمام؟ بعد ما بسحب بقى بعد 15 دقيقه بعد 20 دقيقه ابدا اسحب اللون قبل الدرجه اللي انا عايزها، اغسل واعمل ايه بقى؟ الانساج بتاع السيلفر. لا لسه محتاج مرحله كمان، بخش بقى المرحله الجايه باكسجين كام بناء على ايه؟ بقدرها ازاي؟ بعمل تيست صح؟ يعني انا بتست على الشعرايه الاول واشوفها تستحمل تاني اخش باكسجين كام، انا بسحبها في مده التشغيل بعد 15 دقيقه بعد 20 دقيقه ببدا اسحب وتست على الشعرايه اشوفها الشعرايه معايا هنا مستحمله بخش ب 30، مستحمله اخش ب 40، مش مستحمله معايا انا اقل تفاعل ارجع بايه؟ 30، اقل تفاعل ارجع بايه؟ ب 20 صح كده؟ وصلت للدرجه النهائيه اللي هي الاصفر وايت، اللي هي الاصفر ايه؟ المبيض اللي احنا شفناها، اللي احنا ايه؟ شفناها اللي هي نعيد تاني، اللي هي الدرجه دي كده يا شباب اللي احنا نوصل لها، اللي هي الدرجه دي الاصفر وايت. طب انا هنا وصلت للدرجه الاصفر وايت يبقى هي دي الدرجه المناسبه. بتفرق بقى من لون شعر للون شعر، يعني لو الشعرايه هنا فاتحه تيجي معايا من مره واحده، في شعرايه ممكن غامقه تيجي معايا من مرتين ومن 3 مرات، فبتفرق من لون ايه؟ من لون شعر، واحده بتيجي معايا على طول واحده بتاخد معايا ايه؟ كذا مرحله صح كده؟ ببدا الاول باكسجين 20 لان الاكسجين 20 اقل على ايه؟ تفاعل على الشعرايه. ليه؟ عشان ما ابداش مثلا ب 40 30 فيبقى هو شديد على الشعرايه تتهلك مني، لا انا ببدا باقل حاجه بحيث ان انا ابقى مدي للشعرايه حقها وما هلكتهاش، بناء بقى على اول مرحله اللي جايه بقى بخش بقى على حسب الشعرايه اللي هو بعمل التيست بتاعي، وبناء على كده اخش بعالي اخش بغالي صح؟ خلصت ووصلت للدرجه الاصفر وايت وغسلت الشعرايه، نيجي بقى على الرنساج. ايه هو بقى الرنساج يا رجاله؟ نقطة صبغة سودا رقم 1، نقطة قد نص عقلة صباع، نقطة أكسجين 20، نقطة شامبو أبيض أو إيه؟ أو شفاف. طب ليه يا مستر ما بتحط الشامبو كتير وأكسجين كتير وبعد كده الصبغة؟ عشان الصبغة مش هتدوب إيه؟ وسطيهم. فأنا بحط الأول نقطة صبغة سودا رقم 1 ونقطة أكسجين 20 ونقطة شامبو أبيض أو شفاف عشان الصبغة تدوب ما بينهم. بعد ما أدوبها بعد كده أزود شامبو على حسب طول وكمية الشعر إيه؟ معايا، ما ازودش صبغه تاني عشان الصبغه لما تزيد تاني هتغمق اللون هيغمق مني تمام؟ وببدا بقى على الحوض اعمل ايه يا رجاله؟ اعمل ايه؟ اقطع الشعر وابدا ادعك وابدا ايه؟ اغسل بقى الشعرايه يا رجاله، امشط بقى بالمشط يمين وشمال عشان اللون ياخد من كل الايه؟ الاتجاهات. اول درجه هتديلك في الرنساج ابيض، بعد كده يديك تلج، بعد كده يديك سيلفر فاتح، سيلفر غامق، يخش في الرمادي، بعد الرمادي يديك موف، بعد الموف يديك اسود مزرق. فالدرجه كل ما بتسيبها كل ما بتغمق، فانا دايما عمال بدعك وبسرح وبكشف بظهر المشط. اول ما تيجي الدرجه المناسبه ليا اللي انا عايزها اعمل ايه؟ اغسل على طول. هنا بقى اللون طلع معايا مظبوط خلاص، انا خدت الفينش بتاعي واللوك بتاعي، اللون يغمق مني سنه، بنعمل ايه؟ بفتحه باليد يا رجاله بالاستشوار، بس طبعا عشان ما اقرصش من الشور جامد يرجع اصغر تاني، فلا بحط سيروم عشان السيروم بيعمل ايه يا رجاله؟ عازل، فلو سخونيه الشور هتوصل بنسبه 100% هو يوصلها بنسبه ايه؟ 50%، فحافظت على الشعرايه برضه تمام؟ وانا بسحب اللون ما بقرصش على الشعرايه، انا بجف بسرح زي كده، فهمنا؟ بسرح زي كده. ودايما اي شعرايه مسبوغه لما تيجي تسشورها تحط بلسم او سيرم عشان تعمل عازل، وفي نفس الوقت الشعرايه ما تنشفش منك تمسك فيه في الفرشه، فدايما اديها سن البلسم او السيرم عشان تعمل عازل وتبقى سلسه معايا في الفرشه. وصلت كده يا رجاله؟ بالنسبه لي في السيلفر والرنساج صعبه.